هذا الموضوع كان لازم نهضر عليه في شحال بصح اليوم بانت لي تاع صح لازم نهضر عليه. الكلام اللي غادي نهضره في الفيديو تاع اليوم لازم كل بنت تكون واعيه به وتسمعه بقلبها وتكتبه وتبدا تطبق فيه من الان فصاعدا باش تعيش حياه سعيده وتعيش راضيه على الجسم تاعها. بزاف عوام فاتوا وخسرتهم وانا نحوس نزيد في الوزن، نحوس نبدل شكل الجسم تاعي باسكو وحده قالت لي على بالك لو كنت سماني غادي تولي تهبلي. انا فهمت من هضرتها هذاك الوقت باللي ما رانيش شابه، وحكمت على روحي وعلى الجسم تاعي على حساب وجهه نظر وحده ما رانيش مام با عاقله على الاسم تاعها. الحاجه اللي مؤسفه بزاف هي انه شحال من عام وانا مآمنه بفكره ماشي تاعي، بنظره ماشي تاعي، وهذه حالتي وحاله كاع النساء متاكده اللي المجتمع فرض عليهم شكل معين وقال لهم كونوا كيما هاك. والمشكل انه سواء كنت رقيقه ولا سمينه غادي تتعرضي لانتقادات كبيره، والحاجه اللي خلاتنا نتاذوا اكثر ونخسروا ثقتنا بانفسنا تدريجيا هي رغبتنا في ارضاء كاع الناس، واللي هي حاجه مستحيله. درت هذا الفيديو ونلقاني بزاف مضغوطه مع القرايه وكاع، ما تنسوش تدعوا لي باسكو شفت باللي لازم نحكي في هذا الموضوع، وتفكرت شحال عانيت في صغري خاصه في الفتره تاع الليسي. ودروك واش ديري روحك باسكو غادي نعطيك الحل السحري خطوه بخطوه. تبعي معايا وما تنسيش تسجلي هذا النقاط وتبدي تطبقيها مباشره بعد ما يكمل هذا الفيديو. اول حاجه لازمك تفهميها هي طبيعتك كأنثى وكمرأة، هرموناتك، تقلباتك المزاجيه وتغير جسمك، وهذه اكثر حاجه نركز عليها في برنامجي اللي هو برنامج التغيير والانوثه. بزاف من يسمعوا باللي اسم البرنامج الانوثه يتخيلوا غير جانب المظاهر الخارجيه، يتخيلوا غير جانب العنايه، الجمال، البشره، الشعر. بصح الحقيقه اعمق بزاف من المظاهر. قبل ما نحاولوا نصلحوا المظهر الخارجي تاعنا لازم نفهموا ذواتنا، نفهموا طبيعتنا الانثويه اللي خلقنا ربي عليها، نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا وكيفاش نستغلوها. على كل حال اللي بغات تعرف اكثر على هذا البرنامج غادي نخبركم في اخر الفيديو باش ما نخرجش على الموضوع. ونعاودوا نقولوا لموضوعنا كما قلت لكم، لازم تفهمي بلي الجسم تاعك يتغير مع الوقت، لازم تفهمي وتقتنعي ان الصور اللي تشوفيها في السوشيال ميديا تاع عريضات الازياء والسبورتيف اغلبيتها فوتوشوب، واذا ما كانتش فوتوشوب فهي 1% فقط من حياتهم العاديه. يعني ما راهيش تبين لك في حياتها العاديه كيفاش راهي دايره ولا كيفاش الجسم تاعها الحاله تاعه. ولي بوز اللي يديروهم في التصاور عندهم واحد التاثير كبير بزاف على الصوره. تلقاها مثلا تدخل كرشها باش ما تبانش، والنساء من يشوفوها على المواقع على الانستا والفيسبوك الى اخره تجيهم حاله كآبه، علاش انا ما عنديش الفورمه كيما هذه، علاش انا عندي كرش والى اخره. العادي هو انه يكون عندك هذيك الكريشه، وكل امراه عندها هذه الحاجه غير اذا كانت تعاني من النحافه الشديده اللي تكون في غالب الاحيان ممرضة. وفي هذه الحالة لازم لها علاج، ماشي على جال باش ترضي الناس لكن على جال صحتها وباش تعيش مرتاحة وتعبر لجسمها عن حبها ليه. نعطيك مثال، انت من يمرض انسان عزيز عليك اسكو تخليه وما تديهاش فيه وما تداويهش؟ اكيد لا، اكيد تروحي تهلي فيه تحوسي لها على العلاج. نفس الحاجة طبقيها مع روحك ومع جسمك. خلاصة النقطة الأولى هي فهمي طبيعتك الأنثوية وما تأمنيش أي حاجة تشوفيها في لي ريزو سوسيو. النقطة الزوجة هي أنه الناس غادي تنتقدك في كل حالاتك، فما تحاوليش ترضيهم أرجوكي. حسي بالأمان في جسمك وما يهمك راي حتى واحد فيه. انتي ماشي غير جسد، انتي روح، انتي أكثر من المظهر الخارجي تاعك، انتي شابة وقوية وكل حاجة بيناتهم. عمرك ما تنقصي روحك على جال عيوب الناس حطوها فيك والمجتمع رسخها فيك. انتي اللي ديسيدي شكون هي انتي. سقسي روحك شا غادي يصرى لو كان ندير على هضرة الناس، وشا غادي يصرى لو كان نفصل نفسي وشكون انا وقراراتي على الناس. غادي تحسي براحه كبيره من تجاوبي على هذه الاسئله وتتيقني باجاباتك وتعيشيها. على بالي ماشي سهل على انسان حياتها كاع وهي عايشه تحاول ترضي الناس وتسعدهم وتنتمي ليهم كما يقولوا بلونغلي trying to fit in. بصح بعد ما تطبقي شا قلت لك مع التكرار وتهضري مع روحك بهضره ايجابيه وتذكري روحك انه راي الناس ما يعنيكش وما يمثلكش، وهذه حاجه اللي دائما تلقوني نهضر لكم عليها سورتو في لي ستوري تاع انستغرام، حياتك ونفسيتك غادي يتحسنوا بالبزاف. بغيت نشارك معكم شعوري في هذه المرحله من حياتي اللي ما نعتبرهاش مثاليه لكن نعتبرها امنه وجميله جدا. بعد ما فصلت نفسي عن الناس وارائهم وعاودت برمجت عقلي بكل ما هو ايجابي، سواء من المحتوى اللي نتفرجه ولا الكلام اللي نقوله لنفسي، وليت باغيه نوصل لافضل شكل نقدر نوصله لكن كل رضا بجسمي كيما راه دروك. ما وليتش ندير رياضه غير باش يزيد وزني، كيما وليت نديرها باش نقوي عضلاتي. بعد كل تمرين نحضن روحي ونحس كانه جسمي راه يقول لي شكرا كنت محتاج هذا التمرين.
بالك بزاف منكم تجيها غريبة، بصح هذه هي الحقيقة. وليت نمرن يديا وظهري نقول هادي باش ظهري ما يتقوسش من القعد بزاف. لما نخرج برا ونمشي نعتبرها حاجة مليحة لجسمي لاني ما خليتهش خامل وراني نمرن فيه. وانا نشوف من اكثر الحاجات اللي تقدي تثبتي فيها لنفسك انك تبغيها وتقوي ثقتك بنفسك وبجسمك هي الرياضة. الرياضة صدقوني عالم اخر بمعنى الكلمة، ماشي غير تقوي لك جسمك وانما تقوي لك وتزيد لك ثقتك بنفسك. عن تجربة حياتي تاع صح تبدلت، تقدروا تقولوا بلي سوسو جديدة ظهرت بعد فترة دخولها للجيم. بعد ما دخلت لا دو سبور وليت إنسانة أخرى تماما، تعرفت على ناس جديدة، تعرفت على أنواع أجسام جديدة مختلفة. مريت بمرحلة مقارنات مع الأجسام تاعهم، ومريت بمرحلة رضا وقناعة أنه كل وحدة عندها حاجة اللي تميزها. أنا عندي حاجة تميزني، هذيك عندها حاجة تميزها، حتى وحدة ما فايتة وحدة، كل وحدة جميلة بطريقتها الخاصة. وبين قوسين ماشي لازم ديري هذوك التمارين الصعاب ولا ترفدي الحديد، ولا ديري الحاجه اللي تحسي فيها روحك وجسمك مرتاحين. صراحه انا في البدايه بديت برفع الاثقال وكاع عجبني، بصح كان متعب بعض الشيء. في الفتره الاخيره وليت نبغي بزاف تمارين بيلاتس. تمارين بيلاتس روعه ونتبعهم مع ساره بوب فيت، رائعه جدا. تحسيها باللي تعطيك استرخاء، راحه، تحسيها شغل العضلات اللي كانوا مكمشين يتسرحوا بعد يوم عمل ولا دراسه طويل. وراني هضره بزاف على هاد المواضيع في لاباج انستغرام تاعي، اذا ماكش مابونيتي نتما روحي ابوني. نفس الشيء بالنسبه للبنات اللي باغيين يزيدوا في الوزن، حطيت لكم الاكسبيريونس تاعي كاع تما. بصح تفكري انه راكي ديري هاد الحاجه على جال روحك، على جال صحتك، ماشي على جال الناس ولا باسكو هما قالوا لك. ان شاء الله التجربه تاعي تفيدكم، وان شاء الله تحسوا كاع بالمشاعر الايجابيه اللي قلتها لكم في هذا الفيديو. راني بغيتكم كاع تحضنوا رواحكم بعد ما تشوفوا هذا الفيديو وتحسوا بالحب تجاه جسمكم بكل عيوبه. دروك خلوني نهضر لكم على برنامج التغيير والانوثه، باسكو قبيله قلت لكم غادي نهضر لكم في اخر الفيديو. ساو اللي راهي باغيه تنضم معنا لهذا البرنامج المدفوع، غادي نخلي لكم رابط قناه تيليجرام يا اما في التعليقات يا اما في صندوق الوصف. ادخلي لها هذيك القناه، منها تقدري تشاركي معنا في البرنامج باذن الله. خبروني في الكومنتير ما هي اكثر حاجه اثرت فيكم في الفيديو تاع اليوم، وبوش حسيتوا واسكو تعانوا من عدم تقديركم لجسمكم. ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.